مرحبا سويتيز، أهلا بكم بقناتي. اليوم راح أشارك معكم 10 نصائح عن الحواجب راح تفيدكم كثير، فإذا حبيتوا تعرفون شنو هاي النصائح فتابعوا الفيديو للأخير. النصيحة الأولى وهي تخفيف الألم. أكيد كل بنت تعاني من مشكلة الألم عند إزالة شعر الحاجب، فنصيحتي اليوم لك وهي بجلب قطعة من الثلج وفركها على منطقة الحاجب ذهابا وإيابا، وهي تعمل على تخدير المنطقة وتقلل من شدة الألم، وبالإضافة تعطي البشرة نعومة. النصيحة الثانية وهي طريقة تنظيف وإزالة شعر الحاجب. في بعض الأحيان عند تنظيف شعر الحاجب نقوم بإزالة بعض الشعر الحاجب نفسه، وبهذا نحصل على حاجب غير معتدل. فنصيحتي اليوم هي برسم خط أسفل الحاجب، وهي لتسهيل من إزالة الشعر الزائد الغير مرغوب فيه بالملقط، وبهذا تحصلين على نتيجة مضبوطة ونظيفة. النصيحة الثالثة وهي تحديد شكل الحاجب، وسوف أقوم بوضع فرشة على نهاية طرف الأنف ونهاية طرف الفم، وبهذا أحصل على بداية الحاجب، وأقوم بوضع الفرشة على نهاية طرف خط الأنف وباتجاه البؤبؤ العين، وبهذا أحصل على وسط الحاجب، وبعدها أقوم بوضع الفرشة على طرف الأنف وخط نهاية العين، وبهذا أحصل على نهاية خط الحاجب. النصيحة الرابعة وهي رسم الحاجب بشكل طبيعي، فسوف أستخدم الجل الأيلاينر من أنستازيا بيفرلي هيلز بالرقم شوكليت، ومع فرشة مائلة من ماك سوف أخذ القليل من المنتج وأبدأ برسم خط من أسفل وسط الحاجب، وبعدها أقوم برسم خط ثاني من طرف أعلى الحاجب، وأبدأ بملء الفراغات، وبنفس الفرشة وبدون أي إضافة جل سوف أرسم بدايات الحاجب لكي أحصل على شكل حاجب طبيعي. النصيحة الخامسة وهي باستخدام الباودر. إذا كانت حواجبك تاتو فهذه الطريقة مثالية لك، فقومي بأخذ القليل من الباودر ووضعه على بداية الحاجب للحصول على بداية حاجب فاتحة، وبهذا تحصلين على شكل حاجب طبيعي ومثالي. النصيحة السادسة وهي تثبيت شعر الحاجب. إذا كان شعر حاجبك سرح وينزل إلى تحت الحاجب فعندي الحل. قومي بأخذ فرشة الحاجب وسبراي الشعر، وقومي برش السبراي على فرشة الحاجب، وبعدها قومي بتمشيط شعر الحاجب، وبهذا سوف تحصلين على ثبات الحاجب لطول اليوم. النصيحة السابعة وهي تعديل الأخطاء التي تحصل عند رسم الحاجب. عند رسمك للحاجب وفجأة عطستي وبذلك تخربط رسم الحاجب فلا تقلقين، فعندي الحل. قومي بأخذ كونسيلر بفرشة مسطحة ومديه تحت الحاجب مباشرة، وبذلك قمت بتعديل الخطأ وبنفس الوقت قمت بتنظيف أطراف الحاجب. النصيحة الثامنة وهي استخدام الآي شادو. إذا خلص لديك جل الأيلاينر ونسيتي تشترين علبة جديدة فعندي الحل. قومي بأخذ علبة الآي شادو وقومي بإيجاد اللون المناسب للون شعرك، ويجب أن يكون مات وليس فيه لمعة، وخذي القليل من المنتج وابدأي برسم حاجبك. النصيحة التاسعة الحواجب الحادة. قبل كم سنة عملت حواجبي تاتو وكنت أرسمها بشكل حاد، وبهذا يعطي للوجه قساوة وحدة. في مرور الزمن أصبحت لي الخبرة وعرفت الفرق، فنصيحتي اليوم لك هي عدم رسم الحاجب بزاوية حادة، وإنما رسمها بطريقة طبيعية. فجدا ضروري اختيار لون الحاجب مناسب للون الشعر، فإذا كان لون شعرك بني فيجب اختيار درجة أفتح من درجة لون شعرك.
النصيحة العاشرة والأخيرة للمبتدئين، وهي باستخدام ملعقة الأكل. إذ لم تكن لديك الخبرة في رسم الحاجب، فنصيحتي إليك هي بأخذ ملعقة أكل ووضعها تحت الحاجب، ثم قومي برسم خط بالطرف السفلي من الحاجب وكما موضح في الفيديو، وهي كأساس ضروري لرسم الحاجب. بعدها قومي برسم باقي الحاجب. وبهذا خلصت ال10 نصائح الخاصة للحواجب. أتمنى يكون عجبكم الفيديو بنات، فلا تنسون تسوون لايك وتنشرون الفيديو لصديقاتكم حتى الكل يستفاد، وأهم شي لا تنسون تسوون سبسكرايب لقناتي، أي اشتراك للقناة حتى يوصلكم كل فيديو جديد أنزله. شكرا لكم وأحبكم هواي. باي باي.